أسوأ غلطة عملتها في حياتي إني خليت جوزي يصدق لمدة 8 سنين إنه أذكى مني. بقالي 8 سنين بعمل نفسي عبيطة عشان أحافظ على كبرياء زوجي. الموضوع بدأ من أيام الخطوبة. كنا رايحين لبيت أهله وهو دخل في شارع غلط، ولما جيت أصلح له السكة سكت وما تكلمش ساعتين كاملين. ساعتين عشان دخل في طريق غلط. ساعتها فهمت الواد بسكوتية في مشاعره، وده اللي عملته. 8 سنين وأنا بخاف على مشاعره. كنت بخسر في أي لعبة وأسيبه يشرح لي أفلام أنا شفتها مرتين قبل كده. حتى الأخطاء الإملائية كنت بعملها في الرسائل عشان يرجع يصلحها لي ويرد ومعاها إيموجي بيغمز، فيحس إنه راجل مفيش منه اتنين. يمكن تشوفوا إن ده جنون، ويمكن كان فعلا جنون، بس أنا حبيته. وكان أحسن أب لولادنا التلاتة. فقلت لنفسي ده التمن اللي بدفعه عشان أحافظ على بيتي. لحد ما الشركة عنده عملت اختبار ذكاء جماعي كده في أسبوع النشاطات، وسجل اسمنا إحنا الاتنين. وكان بيقعد يقول لزمايله زوجتي هي أذكى واحدة في البيت، استنوا بس لما تشوفوها. تحايلت عليه ننسى الموضوع، بس هو أصر. والفكرة بقى في الاختبارات الحقيقية دي، يعني مفيش مجال للتظاهر بالغباء. أنا جبت 152 وهو جاب 82. الجو في القاعة بقى غريب جدا. المدير بتاعه ضحك وقال الظاهر إحنا وظفنا الزوج الغلط. كريم كان بيضحك معاهم، بس أنا كنت شايفه إنه محروق من جوه. بعدها بشهر لقيت أوراق مطبوعة على مكتبه. كان بيعيد الاختبار على النت، جربه 3 مرات ومعرفش يعدي رقمي ولا يقرب منه. ومن هنا الضحك اختفى. ما بقاش يقول لي كلمة حلوة، وبدأ يتنطط عليا ويعدل عليا في كل حاجة. وفي فرح ابن عمته كان بيقدمني كأني عربية مستعملة. واستمر الموضوع 6 شهور. الأسبوع اللي فات ساب اللابتوب بتاعه مفتوح على المكتب، وكان مفتوح مباشرة على محادثات ماسنجر. كان بيخوني مع واحدة من المكتب بتاعه، وكان بيقول لأصحابه إنها بتخليه يحس إنه عبقري. قريت المحادثة كلها وأنا قاعدة على أرضية الحمام، والولاد بيتفرجوا على كرتون تحت. أخوه كان عارف، وأصحابه كانوا عارفين، وحتى زوجاتهم عارفين. 12 شخص في جروب واحد. بقالهم 4 شهور بيضحكوا على الست الذكية اللي مش دريانة بحاجة. زوجة أخوه كتبت دي هيغمى عليها لما تكتشف، المفروض إنها عبقرية بقى. كريم رد وقالها صدقيني هي مش بالذكاء اللي الاختبار قاله ده خالص، بس في حاجة هم كلهم نسيوها وهم بيضحكوا. أنا بشوف كل حاجة، طول عمري بشوف، بس بختار أسيب الناس تفكر إني مش فاهمة. عشان كده ما واجهتوش. صورت كل رسالة بموبايلي، وبعدين قفلت اللابتوب وعملت له أكله المفضل. لمدة 3 أسابيع كنت ببتسم وأعمله الغداء. وفي خلال ال3 أسابيع دول قابلت محامي. كريم كان موقع على قايمة مكتوب فيها فلوسه وبيته وكل حاجة بتاعته، إلا لو حصلت حاجات معينة. أصل كريم ما بيقراش الكلام ولا التفاصيل. المحامي بتاعي شاف القايمة وابتسم وقال هو بجد واقع على حاجة زي دي؟ الراجل اللي كان محتاج يحس إنه أذكى واحد في القعدة واقع على أغبى عقد في حياته. امبارح بالليل وهو نايم جنبي فتحت الجروب ده من موبايله، وكتبت رسالة واحدة لل12 واحد دول. هي عرفت، وعرفت من أسابيع. معاها نسخ من كل حاجة اتكتبت هنا، وقابلت محامي خلاص. وبعدين مسحت الرسالة من عنده عشان تفضل ظاهرة عندهم هم بس، وحطيت الموبايل على الشاحن ومستنية الصبح يطلع.